ان شاء الله غنقدم لكم واحد الشكل تاع اللوز ساهل وممكن تخدموه في واحد الوقت وجيز. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هاد الحشوه اللي ممكن تخدموا بها هذا حليوه تاع اللوز ديالكم ان شاء الله. بالنسبه لهنايا عندي انا نص كيلو تاع اللوز، راه فزقناه ونقيناه وسخنته في الفران وطحنته، يعني تنشفوه عاد طحنوه. عندي هنا 200 غرام تاع سكر كلاصي، عندي هنايا معلقه ونص تاع هذا الروحه الفاني اولا جوج ساشيات تاع الفاني. هنا عندي 60 غرام تاع الزبده، من الاحسن تكون الزبده تاع الاكل كتجي زوينه في هذا في المذاق. عندي هنايا جوج معالق كبار تاع الجليكوز، وعندي هنايا الماء باش غنطموا هاد الحشوه ان شاء الله. بالنسبه لهذا الشيء الاخر عندي هنايا اللوز كونكاسي، وكل واحد عنده الاختيار باش يخدم باي حاجه اخرى بغا. وعندي هاد لي فخوي كونفي هانتوما كي كتشوفوا، عندي هنا كانوا صاينين وقطعتهم على جوج، وعندي بهادو غنزين بهم. وانا درت في هاد الحشوه الفاني لان عندي هاد لي فخوي غيعطيو داك المذاق ديالهم. بالنسبه اللي بغى يخدم بها حليوه اخرى ممكن يدير اي هذا روح ديال الفخاز ديال البيستاش، ممكن يزيد قشور الليمون قشور الحامض، يعني كتبقى دو باز هاد سميتو. وبالنسبه حتى هذا كعب غزال راه حتى هو تجي فيه غزال هاد الحشوه. هانتوما هنا راه خلطنا السكر كلاصي والفاني اللي كتشوفوا، يعني المواد الناشفه خلطناهم هما الاولين. غنزيد الزبده، ولكن دابا غنخدم بيدي. غنزيد دوك جوج معالق كبار ديال هذا ديال الجليكوز، ومن بعد غنطموها بالزهر. هانتوما الحشوه ديالنا بعد ما جمعناها بما زهر، دابا غنديرها في الفيلم اليمونطير وغندخلها للثلاجه ترتاح شويه على الاقل ربع ساعه حتى نص ساعه. عاد من بعد غتخدموا بها. وكي قلت لكم هاد الحشوه راه ممكن تخدموا بها اي حاجه بغيتو في حلاوه اللوز، المهم انكم تبدلوا لوغو ديالها، يعني تبدلوا لاغوم، تزيدوا اي نكهه بغيتو، داكشي كيبقى اختياري. اللوز بعد ما ارتاح لينا راه درنا كويرات كي كتشوفوا، كتشدوا بيض البيض، كنحاولوا انهم ندوزو على الكويره ديالنا كلها، ونديروه في اللوز كونكاسي وتحطوا في الطاوه بحال هكذا وتضغطوا بصبعكم. كناخذوا النص ديال السوريزه حمراء كنحطوا فيه هذا لي سوريز الاخرين، كنحطوا اما الخضر ولا الصفر على حساب. نعم هذا راه تيكون بزاف موجود في الباتيسريات، يعني ممكن تخدموه في ديوركم. بنادم يدير منه غير ربعه اللوز راه ممكن يزوق بها الطبسيل تاع العيد ان شاء الله، وكتبقى حاجه سهله. كتوركو شويه هكا، كتحطوا نص سوريزه بحال هكا هانتوما كي كتشوفوا. دابا غندخلوه يطيب، وملي غيطيب راه هذا غنعاود ندير له الناباج ونحطوه في الكويرطات ان شاء الله. بعد ما طيبنا الحليوه ديالنا كي كتشوفوا راه درت ليها الناباج ودرتها في الكويرطات. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، راه كتجي زوينه وحتى في هذا في المذاق كتجي رائعه.